السلام عليكم ورحمة الله. انتي لسه بترمي ناتج تقميع البامية؟ من هنا ورايح مش هترمي قماع البامية دي نهائي، علشان هنستفيد منها وهنعمل احلى ماسك للشعر. احنا هنا ما بنرميش حاجة، هنعمل البامية ناكلها بالهنا والشفا، وهنسيب القماع دي علشان نعمل بيها حاجة مفيدة كمان. بس قبل ما نبدأ، يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك وكومنت بدعوة حلوة منك. على طول في حلة على النار هنحط قماع البامية اللي احنا قمعناها دي بدل ما هنرميها، وكمان هننزل عليها بحوالي كوبايتين من المية او على حسب الكمية اللي عندك. المهم ان انتي ما تغطيهاش بالمية، المية تبقى مش ظاهرة كده زي ما انتي شايفة. وهنغطي عليها بقى ونسيبها على نار هادية كده لمدة ربع ساعة بعد الغليان، علشان بقى نستخلص ايه الجل الجميل بتاع البامية ده. طيب يا ترى ايه فوائد البامية للشعر؟ لو قعدنا نتكلم عن فوائد البامية للشعر من النهاردة لبكرة مش هنخلص كلام، ولكن هقولك ان البامية بتعمل ايه للشعر. بس قبل ما اقولك بتعمل ايه للشعر، عايزة اقولك ان البامية الغنية جدا جدا بالبوليفينول، ودي من مضادات الأكسدة القوية جدا اللي بتحارب الجذور الحرة المسببة لتلف شعرك وفروة راسك. كده خلاص البامية عندي استوت وسبتها تبرد شوية، وبعد كده هضربها بالهاند بلندر علشان استخلص منها اكبر كمية من الجل الموجود فيها. البامية غنية كمان بفيتامينات كتيرة قوي، زي فيتامين A وبي 1 وبي 2 وبي 3، بالإضافة لفيتامين K وفيتامين E كمان. يعني غنية بفيتامينات كتيرة جدا جدا. كمان غنية بالبروتين، وده اللي بيحفظ توازن الرطوبة والبروتين لشعرك. وبكده البامية هتكون مفيدة لفروة الراس، لأنها بتساعد على تقليل تهيج فروة الراس اللي بتنتج عن القشرة اللي بيسببها جفاف الشعر. بعد لما ضربنا البامية بقى هنصفيها كويس جدا جدا في مصفى ضيقة، او لو عندك بقى ايه فردة شراب كده حلوة ما بتستخدميهاش خالص، يعني جايباها جديدة كده مش عايزاها، تقدري تحطي فيها جل البامية ده علشان تستخلصي منه الجل بيور، ما يبقاش فيه فرافيت ممكن تنزلها المصفى. اهم حاجة ان المصفى تكون ضيقة جدا جدا علشان ما تنزلش الفرافيت بتاعة البامية، احنا عايزين الجل بس. كمان الجل اللي بيطلع ده مفيد جدا جدا لفك تشابك الشعر اثناء التسريح. كده خلاص خلصنا وصفينا جل البامية كله. هنكتفي بقى بيه كده؟ لا طبعا، عايزين بقى نضيف شوية اضافات كده لجل البامية. ايه الاضافات اللي ممكن نحطها للبامية وتفيد شعرنا؟ ممكن نضيف جوز الهند، زيت جوز الهند. ممكن نضيف كمان زيت الزيتون. ممكن كمان نضيف ايه تاني، إيه القهوة، معلقتين من القهوة البن يعني، مش النسكافيه، مش القهوة سريعة التحضير، البن. لكن هنا انا هضيف حمام كريم، هاخد معلقتين من اي حمام كريم عندك انتي بتفضليه، وهنزل عليه بنص كوباية من جل البامية اللي عندي ده. شايفين الاقماع طلعت عندي كمية جل بامية قد ايه؟ هاخد حوالي نص كوباية او ما يوازي 10 معالق من جل البامية، وهنبتدي نخلطهم مع المعلقتين من حمام الكريم. اولا هنزيد من فعالية حمام الكريم، ثانيا هتدي ريحة حلوة، لان حمامات الكريم بتبقى ريحتها حلوة، فهتعزز جل البامية بان الريحة تبقى كويسة. لان ممكن انتي مثلا تقولي ايه ده، ريحتي هتبقى بامية، ريحة شعري هتبقى بامية، لا حمام الكريم هيقوم باللازم. هنخلط الاتنين مع بعض، بس خدي بالك كمية جل البامية الباقية هتشيليها في التلاجة للاستخدام اللي بعد كده، ما تسيبيهاش بره لانها هتبوظ ومش هتنفع تستخدميها تاني. عبيها في برطمان وحطيها في التلاجة لحين الاستخدام المرة اللي بعدها. اقصى حاجة هيقعد معاكي فيها في التلاجة مدته اسبوع. بقى تنوعي في المكونات اللي بتستخدميها، يعني زي ما انا قلتلك، مرة زيت زيتون، مرة حمام كريم، مرة تحطي زيت جوز الهند، مرة تحطي قهوة. القهوة دي جميلة جدا جدا ومفيدة جدا جدا للشعر. هتحطي برضو معلقتين من القهوة، تحطي عليهم نص كوباية من الجل البامية الجميل ده.
كده احنا عملنا ماسك بيغذي الشعر وبيرطبه وبيزيد من لمعانه وبيقلل القشرة بتاعة الشعر. يبقى كده ايه؟ الشعرية هتطول. يبقى جل البامية كمان بيساعد على ان شعرك يطول. تمام. يبقى كده ترطيب وتغذية وطول للشعر، يعني بسم الله ما شاء الله كده. بس اهم حاجة المواظبة على الماسكات الطبيعية للشعر. طبعا هتغسلي شعرك الاول بالشامبو وبعدين تستعمليه كماسك للشعر، وبعد كده تشطفيه بميه دافيه، بلاش ميه سخنه. تمام. لو وصلتي معايا هنا وعجبك الفيديو وعجبتك الفكره، ما تبخليش عليا باللايك وكومنت حلو بدعوه حلوه منك. نوريني بالاشتراك في قناه صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. وشكرا للمشاهده.